ازاي تحسن مهاراتك كمصمم جرافيك؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم محمد أسامة من برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لأي مصمم جرافيك، ازاي تطور مهاراتك وتبقى افضل في شغلك. في عالم التصميم لازم تكون دايما متجدد وبتطور من نفسك، يعني مفيش وقت للركود، لازم تفضل دايما تتعلم وتطور علشان تقدر تواكب التغييرات والاتجاهات الحديثة في المجال. اتعلم الأساسيات بشكل قوي قبل ما تبدأ في تطوير المهارات المتقدمة. لازم تكون متأكد إنك متقن الأساسيات. لو الأساسيات مش موجودة مش هتقدر تطور شغلك بشكل سليم. تصميم الجرافيكس الأساسي لازم تبقى فاهم مبادئ التصميم زي التوازن، التباين، التدرج، الخطوط، التركيب. دي الحاجات اللي هتساعدك في بناء تصميمات محترفة. البرامج الأساسية، اتقن برامج التصميم المشهورة زي أدوبي إلستريتور، أدوبي فوتوشوب. دي الأدوات الأساسية اللي هتساعدك تطبق أي فكرة بتخطر على بالك. التعلم المستمر، في عالم التصميم مفيش حاجة اسمها اتعلمت كل حاجة، لازم تكون مستمر في التعلم علشان تقدر تواكب التطورات. الدورات التعليمية، في كتير من الدورات المدفوعة أو المجانية على الإنترنت، وفي مواقع زي لينكد إن ليرنينج أو حتى اليوتيوب. لو لقيت دورة في مجال جديد زي تصميم واجهات المستخدم، زي اليو اي، زي اليو اكس، زي تصميم المواقع، حاول تدرسها، حاول تطلع عليها، شوف بيقولوا ايه. الكتب والمقالات، في كتب حلوة جدا بتتناول كل حاجة عن التصميم. حاول تشارك وتبقى متفاعل على السوشيال زي بيهانس، زي لينكد ان او حتى فيسبوك. هتستفيد من تجربة الآخرين وتقدر تتعلم من النقد البناء. تجربة أساليب جديدة، مفيش حاجة هتطورك أكتر من إنك تتعلم حاجات جديدة. حاول دايما تخرج عن منطقة الراحة بتاعتك. التصميم لأنواع جديدة، لو كنت دايما بتصمم لوجوهات جرب تعمل تصميمات مختلفة. جرب تصمم مواقع، جرب تعمل كتاب، تعمل مجلة. شوف حاجات جديدة وحاجات مختلفة وشوف بتتعمل ازاي وبتوصل لايه وايه قدرتك انك تعمل حاجة زي كده. التجربة بالاساليب المختلفة، جرب تتعلم اساليب تصميم جديدة، ريترو، فلات، بوب ارت. حاول تغير من الدايركشن اللي انت شغال بيه والاتجاه بتاعك في التصميم اللي انت ثابت عليه بقالك فترة. كل اسلوب هيساعدك تطور من اسلوبك الخاص ويخليك مميز. الاستلهام من المصممين الكبار والمصممين التانيين، شوف اعمال مصممين كبار ناس معروفة على السوشيال ميديا، حاول تدرس اعمالهم وتفهم ازاي فكروا فيها، ده هيساعدك تفكر بشكل اعمق. اتعلم من الاخطاء والتجارب السابقة. مفيش مصمم ما بيغلطش، لكن المهم هو ازاي تتعامل مع اخطائك. التقييم الذاتي بعد كل مشروع، خد وقتك وراجع الشغل بتاعك، ايه اللي كان ممكن تعمله بشكل افضل، وهل في حاجة كنت ممكن تلتزم بيها اكتر. حاول تتعلم حتى من النقد. لو حد قالك رأي عن تصميمك سواء كان نقد ايجابي او سلبي حاول تستفيد منه. النقد هو افضل وسيلة للتحسن. الناس هي مرايتنا وهي اللي بتخلينا نقيم شغلنا من وقت للتاني. لو محدش بيقولك رأيه انت هتفضل طول الوقت شايف انك في المكان السليم ومفيش اي جديد ولا اي تطور بيتضاف لشغل. التطوير الشخصي، تطوير مهاراتك مش بس في تصميم الجرافيك نفسه، لكن كمان في مهارات تانية زي التواصل والإدارة وإدارة الوقت. ولازم يكون عندك القدرة على تنظيم وقتك بشكل كويس عشان تقدر تشتغل على مشاريع مختلفة وتلتزم بالمواعيد النهائية ليها. التواصل مع العملاء، اتعلم ازاي تتواصل مع العملاء بشكل احترافي سواء كانت المناقشات عن تفاصيل المشروع أو عن التعديلات المطلوبة. مهارات البيع، لو انت عايز تكون مستقل وبتشتغل بشكل حر لازم تطور مهارات البيع والتفاوض مع العملاء. انت لو معرفتش تطور من ده انت مش هتعرف تجيب شغل لنفسك، مش هتعرف تبيع شغلك. متابعة التوجهات الحديثة في التصميم، مجال التصميم طول الوقت فيه تغييرات مستمرة وضروري تتابع آخر التوجهات في المجال. مفيش مشكلة ان انت تطور من نفسك وتتعلم حاجات جديدة زي تصميم المواقع، التصميم بالذكاء الاصطناعي. في الآونة الأخيرة الذكاء الاصطناعي بدأ يأثر بشكل كبير على التصميم الجرافيكس. اتعلم أدوات ال AI وإزاي ممكن تساعدك في تحسين كفاءتك في الشغل. المحتوى المرئي زي الفيديو، زي الأنيميشنز، زي المونتاج، حاول دايما تكون مطلع وتجرب نفسك في كل المجالات. الفيديو بدأوا يبقوا جزء كبير من التصميم. لو ما كنتش شغال في المجال ده
جرب تتعلم ادوات الموشن جرافيك زي الافتر افكتس. لو كنت عايز تبقى مصمم جرافيك مميز لازم تفضل دايما تتعلم وتطور مهاراتك. المجال ده مش ثابت، وباستمرارك في التطور هتقدر تبني لنفسك مكانة قوية في السوق. ما تنساش التعلم المستمر هو السر في النجاح. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن ازاي تحسن مهاراتك كمصمم جرافيك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان ما تفوتكش الحلقات الجاية. سلام.